اللي فات بقى كله حمادة واللي جاي كله حمادة تانية خالص. أكلة سهلة وسريعة هتعمليها في وقت قياسي والطعم خيال، لا هتاخد منك وقت ولا مجهود. النهاردة جاية لكم بحلقة مختلفة خالص. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف الجديد. انزلوا بقى بشوية زيت في قلب طاسة وانزلوا عليها كمان ببصلة متوسطة مقطعينها مكعبات. شوحي فيهم بقى كده لغاية اما تصفر معاكي البصلة، واول بقى ما تصفر معاكي انزلي عليها بنص كيلو لحمة مفرومة. شوحيهم الاول مع البصلة، واول لما يبدأ يقلب في اللون البني انزلي عليه بالتوابل، ملح، فلفل اسود، بابريكا وبهارات مشكلة. ابدأي بقى مكسي الكلام ده كله مع بعضه لغاية اما يستوي معاكي. واول بقى ما اللحمة تستوي معاكي انزلي ب3 حبات طماطم مقطعينهم مكعبات، وهنبدأ برضو نمكس الكلام ده كله مع بعض ونقلبه. واول لما الطماطم تبدأ تدبل هننزل عليها ب3 معالق كبار من الصلصة اللي هي صلصة الطماطم اللي هي البرطمانات، وانزلوا عليها كمان بكوباية من المية. مكسوا بقى الكلام ده كله مع بعضه وسيبوه يبقبق مع نفسه، يعني يتسبك يا جماعة. في التوقيت ده احب اقول لكم ما تنسوش تصلوا على النبي، وخلوا بالكم بقى ان حركة الطماطم والصلصة دي هي الخطوة اللي بتخلي الاكلة دي مختلفة عن اي وصفة تانية. انزلوا بقى بحتة السمنة او الزبدة بتوعك اللي هم حوالي 4 معالق من السمنة، وانزلي عليهم كمان ب4 معالق من الدقيق، ومكسي بقى الكلام ده كله مع بعضه وقلبيه لمدة دقيقتين، وانزلوا عليهم كمان بورقة ماجي. مكسوا بقى الكلام ده كله مع بعضه وقلبوه لثواني. انزلوا عليهم بقى بكيلو الا ربع من الحليب، بس يكون طبعا ايدك والمضرب في قلب الطاسة، يعني يكون ايدك فيها عشان ما يكلكعش، اللي هو القوام الكريمي. انزلي عليه برشة فلفل اسود ورشة ملح ومكسيهم بقى كويس جدا مع بعض. الوصفة دي بقى هنحتاج لها عيش التورتيلا، وعيش التورتيلا احنا عملناه قبل كده في فيديوهات قبل كده. بصي بقى ما تستعجليش، الخطوة اللي جاية دي هي اللي فيها السر كله. هاتي طاجن بقى وابدأي رصي فيه العيش زي ما عملناه بالطريقة دي، يعني هتطبقوه زي ما انا عاملة كده بالظبط وهترصوه جنب بعضه. بعد كده هاتي بقى اللحمة بالصوص بتاعه وابدأي رصي ما بين الفراغات. الريحة بقى مش عايزة اقولك عاملة ازاي، جربي وشوفي انت بنفسك. هاتي بقى البشاميل اللي احنا عملناه وانزلي بيه على الوش كله ووزعيه كويس ومن الجناب. وهاتي بقى الجبنة الموتزاريلا ورشيها كده عشان تاخد اللون الذهبي. والله لو جربتيها مرة هتدمنيها زيي. دخلوها بقى الفرن وايدي عليها من فوق ومن تحت، اول لما تاخد اللون الذهبي خرجيها على طول. قطعوها بقى والف هنا. شايفه قد ايه البساطه بيثبت ان الاكل الحلو مش لازم يكون معقد، وبجد محدش هيصدق ان الاكله دي خلصت في الوقت ده. شايفه المنظر ده؟ انبهرتي ولا لسه؟ وطبعا كالعاده يا ساده ما تنسوش تسيبوا حاجه في الكومنتات تؤجروا عليه، وطبعا مش هقول لكم اللايك الجميل اللي زي قلبكم، او سيبولي كومنت فيه دعوه حلوه منكم. وهستناكم في الفيديو الجاي في اكله جديده ووصفه جديدة. وبكده خلصنا خلاص يا جماعة، وده كان حسن الختام الجميل. جربوا الأكلة دي وهتدعولي من قلبكم، ولو عايزين وصفات أسرع وأسهل استنوني في الحلقة الجاية اللي جاي كله طعم وحركات.